أهلا بيكم في قناة أكل ترندي. النهاردة هنعمل لكم فرنش توست، بس من الأول خالص. من الأول خبز البريوش لحد الفرنش توست اللي حضراتكم شايفينه ده. شكله تحفة ازاي، هتلاقوه طعمه خيالي، هيخليكوا كده في حتة تانية. وخبز البريوش الأصلي شايفين شكله حلو ازاي، يا سلام يفتح النفس، مع بولة آيس كريم وبالهنا والشفا. هنستخدم معلقة كبيرة من الخميرة، هنضيف عليها 3 معالق كبيرة من السكر، نص كوباية من المية الدافية، ونقلب. هنقلبها كويس ونغطيها ونسيبها نص ساعة لحد ما الخميرة تشتغل كويس. خلاص اتأكدنا الخميرة شغالة، هنضيف عليها كوباية من اللبن الدافي، ومعلقتين من الزبدة تكون طرية، و3 كوبايات من الدقيق. أنا استخدمت دقيق عادي متعدد الاستعمالات. هنضيف بيض عليها، ونخلي بالنا نهدي العجان عشان ما يحصلش اللي حصل معايا ده كده. أول حاجة نخلطها على سرعة هادية وبعدين سرعة عالية. شايفين طرية ازاي؟ هنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة لحد ما تبدأ ترتفع، ما بتاخدش وقت كبير. شايفين العجينة حلوة ازاي، ما شاء الله عليها. هناخدها بقى على الكاونتر بتاعنا ونقسمها زي ما حضراتكم شايفين كده 4 أجزاء، ونعمل كل جزء على شكل كورة. طبعا أنا رشيت رشة دقيق قبل ما احط العجينة عشان ما تلزقش، لأن العجينة طرية جدا زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نوسع لنفسنا، وأهم حاجة بقى طريقة تشكيلها عشان يطلع البريوش معانا مظبوط. هنفردها بالطول كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين نتنيها التانية دي، نبدأ نلف كده على شكل اسطوانة. هو ده الشكل اللي أنا عاوزاه. وفي قالب توست بدهنه بالزبدة، وأبدأ أرص بقى الاسطوانات اللي هعملها نفس الطريقة. شايفين العجينة طرية ازاي، هتحبوها خالص أول ما تعملوه إن شاء الله. هتعتمدوا الوصفة تعملوها على طول. هنرصها برضو في التوست، في قالب التوست، ونتني. طبعا التانية دي بتخلي العجينة ترتفع كده وتبقى هشة، ما بتاخدش وقت معانا. مش هتصدقوا السهولة بتاعتها. شايفين العجينة طرية جدا. خلصنا كده ال4، هنغطيهم ونسيبهم برضو يتخمروا لمدة نص ساعة، ودي أهم حاجة عشان التوست يطلع ناجح معانا. شايفين شكلها من غير ما تدخل الفرن ولا أي حاجة. دلوقتي هبدأ أدهنه بالحليب. هو مش محتاج حاجة خالص، ولا بيض ولا أي حاجة. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد حوالي نص ساعة وبيبقى جاهز. زي ما حضراتكم شايفين كده شكله انتفخ ازاي، معناه العجينة ناجحة. وده بدأ يتحمر قصدي. شايفين شكله حلو ازاي، وده شكله لما جهز خالص. شكله تحفة ما شاء الله. شايفين مش هتصدقوا اللي انتوا عاملينه في البيت، وبخطوات بسيطة جدا، وبحاجات متوفرة في البيت في كل البيوت يعني. مش لازم نروح كافيه كده غالية عشان ناكل حاجة حلوة كده، ممكن نعملها ونفرح ولادنا. شايفين شكلها حلو ازاي. ندهنه كده بدهنة زبدة وهو لسه سخن طالع من الفرن عشان يبقى بيلمع كده. دلوقتي بقى هنبدأ نقطعه. طبعا عشان نعمل فرنش توست الأصلي لازم يكون تخين. شايفين هش ازاي من جوه، الكاميرا داخلة اهيت لحد جوه خالص. هنبدأ نجهز بقى الفرنش توست، وده طريقته سهلة جدا، مش محتاجة أي مجهود.
نص كوباية لبن مع بيضتين كاملين، والبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقتين سكر بني، ورشة كده قرفة، ورشة ملح طبعا. وهنقلب كل ده مع بعض. الخلطة دي ما بتخليش التوست يطلع ريحته زفرة ولا حاجة، بيطلع ريحته جميلة جدا. هنجيب بقى التوست اللي احنا عاملينه البريوش، وهنغمسه كده في الخلطة الحلوة دي. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله. وفي طاسة على النار هنحط 3 معالق من الزبدة. اهم حاجة تكون النار متوسطة، متكونش عالية. وننزل بقى بالتوست بتاعنا. انا عملت قطعتين اهمت، وهنقلبه بقى نشوف شكله عامل ازاي. شكله حلو جدا ما شاء الله. الزبدة كمان عطياله لون حلو، وريحته كمان جميلة جدا. جربوه هيعجبكم جدا. هنرش رشة كده سكر بني على الوش، ده بيديله كده قرمشة. وبقول لكم على التريكات بتاعة الفرنش توست الأصلي. شايفين شكله حلو ازاي؟ هنطلعه بقى. لو عندنا توت، عندنا أي فواكه بنحبها، نبدأ نزينه زي ما حضراتكم شايفين كده شكله. هو مش محتاج حاجة. بعد كده بقى لو عندنا سكر بودرة، يا سلام، بيديله طعم وشكل حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي بقى بعد السكر البودرة الجميل ده، هننزل عليه بإيه؟ ببولة آيس كريم. وأحسن حاجة مع الفرنش توست يكون آيس كريم فانيلا. طبعا هما بيستخدموا الأصلي، يعني بيستخدموا كريمة، بس ممكن نستخدم آيس كريم، كل واحد حسب اللي يحبه. أنا هنا حطيت مابل سيرب، ممكن نحط عسل حسب رغبة حضراتكم، اللي هو شراب القيقب يعني. اسمه غريب شوية بس هو اسمه كده. فبقول لكم اللي في الأصل يعني بيحطوا كريمة، ممكن نستخدم كريم شانتيه، بس أنا استخدمت آيس كريم، بيبقى طعمه حلو قوي معاه. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. وبالهنا والشفا. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.